السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس أحمد الحضري. في حساب مثلثات أول حاجة أخدناها في المنهج إيه بقى يا باشا؟ قال لك بص، أول حاجة أخدناها في المنهج بتاعنا كان شوية تعريفات جميلة أوي. حاجة اسمها أول حاجة الزاوية الموجهة. قال لك الزاوية الموجهة كان تعريفها هي الزاوية المحصورة بين شعاعين. الشعاعين دول يا باشا مشتركين في نقطة البداية. أحدهما بيسمى الضلع الابتدائي والآخر بيسمى الضلع النهائي على حسب اتجاه الزاوية. يبقى تاني قال لك الزاوية الموجهة هي الزاوية المحصورة بين شعاعين. قال لك الشعاعين دول مشتركين في نقطة بنسميها نقطة البداية. أحدهما بيسمى الضلع الابتدائي والآخر بيسمى الضلع النهائي على حسب اتجاه الزاوية. يعني لو اتجاه الزاوية خارج من هنا رايح هنا يبقى اللي تحت ده بنسميه الضلع الابتدائي واللي فوق ده بنسميه الضلع النهائي. وده كله عشان الزاويه خارجه من تحت طالعه من فوق. لو هي كانت خارجه من فوق نزل تحت يبقى اللي فوق هو هيبقى الضلع الابتدائي واللي تحت هيبقى اسمه الضلع النهائي. حلو، دي سؤال اسمها الزاويه الموجهه. قال لك يا سيدي والزاويه الموجهه دي كانت بتتكتب بطريقين. لو مثلا ده الف وده مثلا يا سيدي باء وده مثلا يا عم الحاج ج. ماشي، بص كده، لو النقطه دي اسمها باء والنقطه اللي فوق دي اسمها ج. قال لك يا باشا قال لك تكتب بطريقتين. ايه هما الطريقتين بقى؟ قال لك الطريقه الاولانيه ان احنا نكتبها بثلاث حروف بس لازم تتكتب زاويه باء الف ج، لازم من الضلع الابتدائي وراح على الضلع النهائي. او تتكتب بزوج مرتب، اكتب اول حاجه الف باء شعاع اللي هو الضلع الابتدائي وبعد كده الف ج شعاع اللي هو الضلع النهائي. يبقى الزاويه الموجهه تعرف اخر مره هي الزاويه المحصوره بين شعاعين. الشعاعين دول مشتركين في نقطه البدايه، احدهما بيسمى الضلع الابتدائي والاخر بيسمى الضلع النهائي على حسب اتجاه الزاويه. تكتب بطريقتين، ثلاث حروف رايح من الابتدائي للنهائي، يا اما يا باشا بزوج مرتب بكتب الضلع الابتدائي الاول بعد كده بكتب الضلع النهائي. حلو، اسمها الزاويه الموجهه. قال لك الزاويه الموجهه دي يا عم الحاج لها اشاره. قال لك اشاره الزاويه الموجهه. قال لك اشاره الزاويه الموجهه ديت عباره عن حاجتين. الزاويه الموجهه اشارتها ممكن تكون موجبه وممكن تكون سالبه. امتى تكون موجبه؟ قال لك موجبه لو كانت عكس عقارب الساعه، لو اتجاهها عكس عقارب الساعه. لكن سالبه لو كانت مع عقارب الساعه. يعني ازاي؟ يعني الزاويه بتاعت حضرتك يا باشا لو كانت بتلف بالمنظر ده كده قال لك كده ده اسمه عكس عقارب الساعه، تبقى الزاويه بالموجب. لو كانت بتلف بالمنظر ده كده يبقى هي كده بتلف مع عقارب الساعه، ساعتها يا باشا الزاويه هتبقى بالسالب. يبقى عكس عقارب الساعه بالموجب مع عقارب الساعه بالسالب. يعني بمعنى دلوقتي لو انا يا سيدي ارسم لك اداه زاويه موجهه حلو بالمنظر ده كده وقلت لك يا سيدي دي 30 درجه حلو، وعملت لك كده نفس الزاويه بالظبط وكتبت لك يا سيدي برضه دي 30 درجه، ناقصك حاجه مهمه قوي الاتجاه. قال لك والله لو كانت الزاويه دي رايحه من هنا كده او رايحه من هنا كده. قال لك والله لو طلع من تحت لفوق كده يبقى هي كده ماشيه عكس عقارب الساعه بنقول عليها موجب 30 درجه. لكن ده يا باشا مع عقارب الساعه بنكتب عليها سالب 30 درجه. واحد يقول لي هي في زاويه بالسالب؟ قال لك ما هو السالب ده بيدل على الاتجاه مش المقدار، هي مقدارها ب 30. لو عكس عقارب الساعه بنكتب موجب 30 ده معناه ان هي عكس عقارب الساعه، ومع العقارب بنكتبها سالب 30 ده معناه ان يا باشا ان هي مع عقارب الساعه. يبقى الموجب والسالب دول اتجاهات فقط مالهمش دعوه بالمقدار بتاعك. حلو قوي تمام. قال لك يا سيدي معنى كده ان كل زاويه موجهه لها قياسان احدهما موجب والاخر سالب. كل زاويه موجهه كل زاويه موجهه لها قياسين، واحد موجب واحد سالب. قال لك مجموع القيمتين المطلقتين لهما قال لك يا سيدي يساوي 360 درجه. يعني مجموع القيمتين المطلقتين لهم دول يا باشا يعني مجموع الرقمين بالموجب 360 درجه، لكن هو واحد بالموجب واحد بالسالب عشان واحد مع العقارب وعكس العقارب. ايه ده يعني ايه يا عم؟ مش فاهم؟ هفهم حضرتك يا باشا. دلوقتي لو رسمنا نفس الزاويه اللي احنا كنا رسمها دلوقتي كده قال لك بص وقلت لك ان الضلع اللي تحت ده هو ده الضلع الابتدائي واللي فوق ده الضلع النهائي. الزاويه ممكن تمشي ازاي؟ قال لك والله الزاويه ممكن تمشي كده او ممكن تمشي كده. في الحالتين ده الضلع الابتدائي واللي فوق ده الضلع النهائي. فلو قلت لحضرتك الزاويه دي ب 30 اللي بره هتبقى بكام؟ اللي بره هتبقى 330 بس ال 30 اللي جوه دي بالموجب واللي بره دي بالسالب، لان اللي جوه ماشيه عكس العقارب واللي بره ماشيه مع العقارب. لو جمعت القيمتين كقيمتين اللي هم ال 30 وال 330 هيطلعوا 360. معنى كده حضرتك دلوقتي لو انا اجيب لك مثلا زاويه زي دي كده اهو
ماشي، قلت لك الزاويه يا عم الحاج دي ب 45، اوجد الزاويه اللي بره دي يا باشا، هات لي الزاويه اللي بره دي بكام؟ سميها لي سيتا. قلت له والله سيتا كقيمه هتقول لي عباره عن 360 ناقص 45 تديني 315، وبعد ما تطلع القيمه بتاعتها شوف لي هي بقى ماشيه عكس العقارب ولا مع العقارب. والله لو كده ده مع العقارب بالسالب، لكن كده هي ماشيه عكس العقارب بالموجب، اذا السيتا بتساوي موجب 315. انت تقصد ان انت بتطلع المقدار الاول بعد كده بتطلع الاتجاه تشوفه موجب وسالب؟ يبقى الرقم اللي معاك اطرحه من 360، جيب الرقم اللي بره الاول وبعد كده شوف يا باشا هو بالموجب ولا بالسالب. الكتاب في اوقات يا معلم عشان ينجز الوقت ده فوقات بيقوم جمع 360 وفوقات بيقوم طرح 360، مش عايزك انت بقى تتلخبط كده، انا عايز الرقم اللي يديهولك اطرحه من 360 اديتك 60 360 ناقص 60 اديتك 30 360 ناقص 30 اديتك 50 360 ناقص 50، وبعد كده شوف بقى الرقم ده بالموجب ولا بالسالب. حلو الكلام؟ حلو الكلام، تمام. دي اسمها الزاويه يا باشا الموجهه. بعد كده عرفنا يا باشا حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الزاويه الموجهه في الوضع القياسي. ايه هي يا باشا الزاويه الموجهه في الوضع القياسي؟ قال لك الزاويه الموجهه في الوضع القياسي قال لك هي التي ضلعها الابتدائي، قال لك هو الاتجاه الموجب لمحور السينات. ضلعها الابتدائي هو الاتجاه الموجب لمحور السينات. تاني حاجه لازم راس الزاويه تكون هي نقطه الاصل. يبقى يا باشا ضلعها الابتدائي هو الاتجاه الموجب لمحور السينات، راس الزاويه هي نقطه الاصل. يعني عشان اقول ان الزاويه الموجهه ديت في وضع قياسي لازم راس الزاويه يكون هنا، لازم ده يكون الضلع الابتدائي، ماشي، والضلع النهائي يكون في اي حته، يعني هنا كده هنا كده هنا كده. يعني يا باشا الزاويه لازم تكون خارجه من هنا، لازم تكون خارجه من هنا، لازم تكون خارجه من هنا، لازم يكون ضلعها الابتدائي هو الاتجاه الموجب لمحور السينات، ولازم راس الزاويه تكون هي نقطه الاصل. معنى كده ان انا دلوقتي لو وريتك شويه حاجات جميله، بص كده الكلام الجميل ده، ادي المحاور الجميله بتاعتنا. بص كده، هل الزاويه دي زاويه موجهه في وضع قياسي ولا لا؟ هتقول لي هي طالعه فعلا من الاتجاه الموجب لمحور السينات، بس راس الزاويه مش نقطه الاصل، يبقى دي اسمها مش زاويه موجهه في وضع قياسي. طب لو كانت يا باشا طالعه كده اهو راس الزاويه نقطه الاصل اهو، لا بس هي خارجه دلوقتي من الاتجاه الموجب لمحور السينات، يبقى ديت مش زاويه موجهه في وضع قياسي. طب يا عم الحاج ماشي، انا هدي لك سهم اهو وهعمل لك اهو، بس هعمل كده اهو، لا ده كده الاتجاه الموجب لمحور السينات بقى الضلع النهائي مش الابتدائي، يبقى دي كده غلط. دول كلهم زوايا موجهه مش في وضع قياسي. تمام؟ لازم عشان اقول ان هي زاويه موجهه في وضع قياسي لازم تحقق شرطين، لازم يكون ضلعها الابتدائي هو الاتجاه الموجب لمحور السينات، ولازم راس الزاويه يكون هو نقطه الاصل، او راس الزاويه تكون هي نقطه الاصل. حلو حلو. طب دي بنستفيد منها ايه؟ ده يا باشا بتوصلني لاهم حاجه في الموضوع بتاعنا في الدرس الاولاني، حاجه اسمها الزوايا المتكافئه. الزوايا المتكافئه دي معناها ايه؟ قال لك الزوايا المتكافئه ديت من الاخر كده معناها زوايا لو جبت لها اي داله مثلثيه سواء الجاء او الجتا او الظا، او بعد كده نعرف ان في قا وقتا وظتا، هيدوك نفس الناتج، بس يا باشا بتبقى ارقام مختلفه. ايه ده؟ يعني جاء زاويه وجاء زاويه ثانيه وفي الاخر بيطلع نفس الناتج؟ يعني الناتج بيطلع نفس الناتج بس الزاويه مش نفس الزاويه. ايه بقى الزاويه المتكافئه دي يا باشا؟ قال لك الزاويه المتكافئه هي زوايا موجهه، ماشي، في وضع قياسي. ايه ده؟ في وضع قياسي؟ قال لك يعني لازم يكون ضلع الابتدائي والاتجاه الموجب لمحور السينات وراس الزاويه نقطه الاصل. قال لك وكمان قال لك ولها نفس الضلع النهائي، لها نفس الضلع الايه؟ النهائي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بمعنى ادي يا باشا زاويه موجهه في وضع قياسي. حلو هذا زاويه موجهه في وضع قياسي عشان ضلعها الابتدائي هو الاتجاه الموجب لمحور السينات وراس الزاويه هي نص الاصل. حلو كده؟ دي كده زاويه بالكافئه. ايه ده يا عم؟ عشان لها نفس الضلع الابتدائي ولها نفس الضلع النهائي. بص 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 حلاوه، عارف الزاويه دي كمان؟ قال لك بالكافئه. ايه ده يا عم؟ هو ايه اللي بيحصل؟ قال لك انا برسم نفس الزاويه بس بزود عليها دوره او بزود عليها دورتين او بنقص منها دوره فبتبقى الناحيه الثانيه. يعني من الاخر هي زاويه اسمها سيتا مثلا، بنزود عليها او نطرح منها حاجه اسمها 360 نون، حيث نون ده يا باشا، نون ده يا جماعه بنسميه عدد الدورات. عدد الايه؟ الدورات. يعني انت كل شويه كل ما تزود 360 وتضرب 360 هيدي لك زاويه بتكافئ الزاويه اللي معاك. بمعنى دلوقتي انا لو مثلا معايا يا معلم زاويه 100،
زاويه 100 درجه. قلت لك اوجد زاويه بالكافئه، واحده بالموجب واحده بالسالب. كل اللي عليك تعمله الزاويه 100 ضيف عليها 360 تطلع 460، والزاويه 100 هنطرح منها 360 يدي لك سالب 260، ودي كده زاويه بالكافئه، واحده بالكافئه بالموجب واحده بالكافئه بالسالب. ايه ده؟ يعني من الاخر التكافؤ ده معناه ان انت يا اما تزود 360 يا اما تطرح 360. جميل الكلام كده. طب افرض يا عم الحاج مثلا انا جبت لك زاويه مثلا مقدارها سالب 50، قلت لك هات لي واحده زاويه بالكافئه بالموجب وبالسالب، نفس الكلام والله. السالب 50 ازود عليها 360 والسالب 50 هطرح منها 360، هيديك هنا 310 وهيديني هنا سالب 410. دول زوايا بالكافئه، واحده بالموجب واحده بالسالب. طب وده بيساعدني في ايه؟ ده بيساعدني يا باشا في تحديد الربع اللي واقع فيه الزاويه. عارفين ان احنا عندنا من زمان 4/4. ايه هم ال4/4 يا باشا؟ قال لك بص كده، احنا عارفين يا سيدي ان احنا من زمان قوي معانا 4/4 اهو. الربع الاولاني ده الربع الاول، الزوايا كانت محصوره ما بين 0 و90. الربع الثاني 90 و180، الثالث 270، بنرجع 360. وده الربع الثاني وده الربع الثالث وده الربع الرابع. حلو حلو. فانا مثلا لو جبت لك زاويه مقدارها وليكن مثلا زاويه، قلت لك يا باشا السيتا دي وليكن ب 1000 درجه، هات لي الزاويه دي بتقع في الربع الكام. فانت بتجيب الزاويه المكافئه ليها بحيث تكون محصوره ما بين 0 و360 عشان اعرف احدد الربع. فبنعمل ايه؟ هي زاويه كبيره، بنعمل ايه؟ بنطرح منها 360 هيطلع 640. لسه كبيره، اقوم واخد ال 640 طرح منها 360 هيطلع الناتج 280. 280 دي اكبر من 270 واقل من 360، يبقى بتقع في الربع الرابع. ايه ده؟ طب افرض كده الزاويه اللي معايا يا سيدي يا عم الحاج دي بتساوي سالب 500. جميل موت، مش هي بالسالب وانت عايز تخليها من 0 ل 360، زود عليها 360 هيطلع سالب 240. لسه بالسالب اقوم ضايف عليها 360 تاني يطلع الناتج 120. ايه ده 120 تقع في الربع الكام؟ في الربع الثاني عشان محصوره ما بين 90 و180. تمام الكلام؟ يعني هي لو بالموجب وكبيره بنطلع 360، ولو هي بالسالب نفضل نزود عليها 360. جميل جميل. من هنا يا باشا اقدر اقول لك حاجه من الاول. لو قلت لك سيتا تساوي 900 درجه، تعرف تقول لي هي بتقع في الربع كام؟ تقول لي هطرح منها 360 تطلع 540، هطرح كمان 360 هيديني 180. واحد يقول لي 180 دي بقى بتقع في ربع الكام؟ الثاني ولا الثالث؟ اقول لك لا الثاني ولا الثالث. حضرتك الزاويه اللي اسمها 0 وال90 وال180 وال270 وال360 دول بنقول عليهم زوايا ربعيه. زوايا يا شباب رباعيه، يعني زوايا بتقع على المحاور، ما هيش موجوده في الربع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، بنقول عليهم زاويه رباعيه ونسبه زوايا. وده كده الدرس الاولاني من غير اي يا باشا ناقص.